بداية ياس تورب ما تقدرش تحكم عليها تماما، بس تقدر تخرج بأسس تحبه لأي مدير فني يتولى قيادة النادي الأهلي. راجل واقف على الخط، فاهم قدرات فريقه كويس جدا، دايما بيطالبهم بالضغط، دايما بيلعب على الاستحواذ، بيجمع لعبة ناحية اليمين وينقلها ناحية الشمال علشان يفضي مساحة، بيكون فيه ثنائيات ممتازة جدا. وكان في ثنائيه الشوط الاول ناحيه اليمين ما بين زيزو وهاني، وكمان معاهم محمد علي بن رمضان. وهنا الخطوره كانت كبيره جدا، ثلاث عناصر عندهم كنترول جيد على الكوره، عندهم اختراقات جيده، وقدرنا نسجل هدف عن طريق الجبهه دي. اما بقى الجبهه الثانيه كان في بعض النواقص ما بين تريزيجيه وبن شرقي وكوكا. يمكن القرارات ما كانتش افضل حاجه، بن شرقي بيزودها حبتين، تريزيجيه بيزودها حبتين، وكوكا مش الباك ليفت اللي هتلاقيه رايح جاي على الخط ويستنى الكره الثانيه علشان يعمل العرضيه. لا، كوكا كان بيعمل وجبات جيده على المستوى الدفاعي، ولكن برضه في بعض الثغرات على المستوى الدفاعي. ياس سورب كان بيلعب دفاع متقدم، لو الفريق ده كان عنده لاعب واحد بس عنده حلول فرديه، بيقدر يخترق، بيقدر يحط الكره تحت رجله ويدوس عليها ويروح، كانوا يقدروا يسجلوا هدف. ولكن ما قدروش يعملوا ده. الجبهه الشمال كانت فعلا سيئه جدا، ويمكن احمد عبد القادر شارك 10 دقائق فقط، قدم افضل من اللي قدمه تريزيجيه وبن شرقي على مدار 80 دقيقه كامله. مروان هايل قدم جيم كبير جدا، ومروان تمريراته التقدميه الفتره الاخيره فعلا ممتازه جدا سواء مع المنتخب او حتى النادي الاهلي. والنهارده عمل اكتر من كره قطريه هايله، فيها دقه باص ممتاز، فيها رؤيه هايله جدا. كان دايما الكره لما بيستلم بيعمل سكان كويس جدا للملعب، بيخرج الكره للخط الاخير بشكل ممتاز. فمروان فعلا قدر يقدم الدور الدفاعي والدور الهجومي بشكل مثالي النهارده. ومروان لما مش بيزودها بيبقى الموضوع سهل بالنسبه له، وبيكون افضل من ديانج كتير جدا. نيجي بقى لازمه راس الحربه محمد شريف، لا يصلح للنادي الاهلي في الوقت الحالي، مش قادر يقدم حاجه، تحركاته سيئه جدا، دايما متاخر، ما بيعرفش يقطع ويسبق المدافع داخل منطقه الجزاء. دايما الكرات العرضيه من زيزو او محمد هاني، مش شريف اللي يعمل ده واللي يطلع ارتقاء عالي ويحط الكره بدماغه، لا مش موجود الكلام ده. طب هل ده عند جراديشار؟ برضه لا، لان جراديشار دايما بينزل ويستلم ويدور الكره بشكل جيد جدا، كورته كويسه، بيقدر يتحرك على الاطراف بشكل جيد، ولكن داخل الصندوق برضه مش المهاجم الشرس اللي يستنى الكره العرضيه واللي يسبق المدافع واللي يخش في التحامات هوائيه، لا ده مش جراديشار برضه. فالنادي الاهلي عنده ازمه كبيره جدا من وقت رحيل وسام ابو علي في المكان ده. فانت محتاج مهاجم تارجت الفتره اللي جايه، يقدر يشيل المكان ده بشكل مثالي، يقدر يسجل اهداف، يكون مهاجم تارجت، يروح كتير على الجول، يشكل خطوره، يسبب ضغط كبير على المدافعين. وده مش موجود سواء في شريف او حتى جراديشار. علشان كده النادي الاهلي لازم في يناير يكون عنده مهاجم شرس تارجت، يقدر يروح على الجول اكتر من مره، يقدر يكون فاهم كويس جدا انه لازم يسجل هدف. الشوط الاول قدمنا مستوى جيد جدا، كنا نقدر نسجل الثاني والثالث، ولكن طلعنا بهدف. الشوط الثاني بقى النادي الاهلي فعلا كان بيلعب برعونه كبيره. انا طوال 25 دقيقه تقريبا من وقت خروج محمد علي بن رمضان ما شفتوش، ما قدمش اي حاجه. محمد علي بن رمضان لما بيكون حد ضاغط عليه وبيقدر يخش معاه في الالتحامات ويفوز عليه في الالتحامات، بيكون فعلا خرج بره المباراه بشكل كامل. ودي كانت موجوده في مباراه المحله وخد انذار وكان ممكن يطرد، كانت موجوده في اكتر من مباراه حتى مباراه بيراميدز. والنهارده برده بن رمضان رغم انه كان مساهم في هدف النادي الاهلي، ولكن بن رمضان فعلا مش بيقدم افضل مستوى ليه من بعد كاس العالم. النقطه الثانيه، الفريق بدنيا وقع، الفريق فعلا بدنيا مش قادر يقف على رجله. الشوط الثاني كامل كان عدد كبير جدا من اللاعبين مش قادرين يقفوا على رجليهم، زي تريزيجيه، بن شرقي، ياسين مرعي اللي قدم شوط اول جيد جدا، قدم برضه شوط تاني كويس، ولكن في السرعات والتدخلات الفرديه ما كانش افضل حاجه. انطلاقات هاني اللي كانت من ناحيه اليمين ما كانتش موجوده الشوط الثاني. في المقابل لما نزل طاهر ما شفناش اي حاجه من المكان ده. يمكن لما نزل قفشه عبد القادر الموضوع بقى افضل، قدرنا نوصل للمرمى، عبد القادر كان ممكن يسجل، كان الموضوع افضل كتير. وعبد القادر انا بقولها تاني لازم ياخد وقت الفتره اللي جايه على حساب اي حد، لاعب عاوز يثبت نفسه، عايز يقدم حاجه، فليه لا ما ياخدش شوط كامل ثم بعد كده لو تالق او قدم مستوى جيد ياخد مباراه كامله. عبد القادر لاعب صغير في السن وفعلا مستقبل النادي الاهلي في مكانه. انطلاقه ما نقدرش نقول عليها افضل حاجه، لسه ياس تورب قدامه كتير جدا يقدمه، محتاج يعرف العناصر اللي عنده اللي يقدر يستخدمها في الملعب. واكبر دليل ان الكابتن عادل مصطفى تدخل بشكل كبير في التشكيل الاساسي، ان التشكيل ده اللي تقريبا مفنش بيه الكابتن عماد النحاس، ما كانش فيه تغييرات، ما كانش فيه شكل فني، حتى الجمل. انا بقول ان احنا شفنا كرة كويسه وتدوير كرة كتير واستحواذ، بس بدون ايجابيه.
كان في ثنائيات ممتازه جدا ناحيه اليمين، ودي عجبتني جدا ما بين زيزو وهاني، وفكره انهم بيلعبوا جنب بعض في منتخب مصر والنادي الاهلي، فده بيخليهم فاهمين بعض بشكل كبير. ولكن محتاجين الفتره اللي جايه بدنيا نقف على رجلنا، محتاجين الفتره اللي جايه نستفاد بمعظم لاعبي النادي الاهلي، نعرف مين اللي هيبدا بشكل اساسي، مين اللي هيكون مفيد جدا لو نزل مع دكه البدلاء، نحل مشكله المهاجم. يستر ما تقدرش تقول قدم حاجه كبيره، ولكن في قواعد واسس في اي مدير فني تحبه في النادي الاهلي، وهو المدير الفني اللي بيحب الاستحواذ، اللي بيتكلم كتير على الخط، اللي دايما بيطالب فريقه انه يضغط من الامام، وده حصل. ولكن الفريق فعلا وقع بدنيا. ان شاء الله في العوده نشوف ماتش افضل، نقدر نفوز بنتيجه 2-3 ان شاء الله، نقدم مستوى جيد، وان شاء الله في دور المجموعات نقدر نكون مسيطرين، ما نخسرش اي نقاط ونصعد، وان شاء الله اللقب اهلاوي. ولكن نركز ان البطوله دي بتاعتنا، عندنا عناصر ممتازه جدا ولاعيبه تمتلك قدرات كبيره، فلازم نركز الفتره اللي جايه اننا نوصل للنجمه ال 13 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي. عاوزك تقول لي مين افضل لاعب في مباراه النادي الاهلي النهارده، ومين اللاعب اللي لفت انتباهك، وقول لي تقييمك برده لياس تورب. هل قدم مباراه كبيره وقدم شكل مختلف عن اللي كان بيظهر عليه النادي الاهلي الفتره الاخيره، سواء مع ريبيرا او حتى عماد النحاس؟ عاوز الكومنت بتاعك تقول لي هل شكل النادي الاهلي هيكون افضل، وهل مستبشر خير في المدير الفني ده ولا لا؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى توحد الله وتصلي على النبي، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي، او اللي اسمها سكاوت اي كيو، بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.